مع نهاية 2022 اختتمت قوافل ستر وعافية نشاطها لهذا العام في سوهاج مرة أخرى، والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتستقبل قرية أم دومة بمركز طمى بالمحافظة قافلة ستر وعافية رقم 16 بمشاركة 15 جمعية ومؤسسة خيرية يعملون تحت مظلة التحالف، وينظمها نحو 2500 متطوع، والتي تستهدف خدمة أكثر من 10,000 مستفيد. مركز البليانة وقرية أولاد علو هي اللي استضافت التجربة الأولى لينا كتحالف وطني بكل جمعيات المشاركة في قافلة ستر وعافية رقم 1. فكان الختام بتاع قوافل ستر وعافية لسنة 22 واللي نبدأ بيه رحلة القوافل الجديدة لسنة 23. ما كانش فيه أحسن من مدينة سوهاج بلد المواويل إن احنا نكون موجودين معاهم النهاردة فيها النهاردة. الأهم من كده كمان إن احنا كنا أطلقنا إن شهر ديسمبر هيكون شهر المتطوعين وشهر العمل ذوي الهمم والقدرات الخاصة. كان النهارده معظم الانشطه الاساسيه الخاصه بينا ركزنا فيها على كارت الخدمات المتكامله الخاصه لذوي الهمم. جايبين النهارده بفضل الله تعالى بطاطين من اجود الانواع بفضل الله تعالى، وان شاء الله وزعنا النهارده ومكملين لحد اخر الاسبوع باذن الله. احنا بنقدم معرض ملابس للمحتاجين عشان دخلة الشتاء، عندنا بطاطين برضو عشان الشتاء، وعندنا مواد غذائيه موجوده معانا. دورنا الاساسي وهو التوعيه باهميه الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، غير انه هي بتعمل علاج مجاني للمرض، كمان بنهتم ان احنا نلف كل المحافظات عشان نقدم التوعيه. جايين في الطبي بدكاتره باطنه، اطفال، انف واذن، وعاملين صيدليه ميدانيه، واي تحويل لعمليات مجانا عندنا في القاهره. النهارده بمتطوعينا اللي بيمثلوا 200 متطوع متطوعه من مؤسسه صناع الخير متواجدين داخل القافله، مشاركين النهارده بغرفه قدم سكري، ودي بتقدم خدمات لاهالينا من مرضى السكر من تقديم غيارات، وكمان بنساهم في